مساء الخير، عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل بسكوت للشاي سهل جدا ببيضه واحده بس وكوبايتين دقيق. هنعمل البسكوت القمر الجميل اللي انت شايفاه ده. بصي لونه عامل ازاي. لو البسكوت معاكي بتعمليه بينفش وشكله بيتغير والرسمه بتاعته بتروح، هقولك النهارده على كل التريكات والاسرار وكل حاجه تقدري تعمليها عشان يطلع معاكي البسكوت مظبوط زي ما انت شايفه كده. بصي الرسمه بتاعته ثابته، ما اتغيرتش، مش منفوش. زي ما هنحطه في الصينيه زي ما هيطلع من الفرن. مفيش اي حاجه فيها تتغير. بس في الاول لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تدوريني بالاشتراك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد بنزله. يلا بينا على المقادير. المقادير بسيطه زي ما انتي شايفه كده. ده نص كوبايه حاطه فيها نص كوبايه ماده دهنيه فيها زبده على زيت، والزبده طريه عشان اعرف اعير بيها، ونص كوبايه سكر بودره وبيضه وطبعا فانيليا. هننزل بقى بكل المكونات دي كلها على بعض. انا بقولك الزبده انا طلعتها تترى خالص عشان اعرف ان انا اعايرها، طلعتها من التلاجة عشان اعرف اعايرها. حطيت يعني النص كوبايه دي خلطت ما بين الزبده والزيت، بس الزبده كانت اكتر وتقدري تبدلي الزبده بالسمنه مفيش مشكله. هننزل بالبيضه والفانيليا، والبيضه برضو بدرجه حراره الغرفه ما تطلعهاش من التلاجة وتحطيها، ونص كوبايه السكر البودره. وهننزل بالماده الدهنيه اللي معايا، نص كوبايه زبدة على زيت، وتقدري تحطي سمنة على زيت. ولو مش حابة تستخدمي زيت في الوصفة دي ممكن ان انتي تستخدمي نص كوباية سمنة بس، براحتك. بس الزيت بيخلي البسكوتة كده فيها قرمشة حلوة. هننزل بقى المكونات دي كلها كده مع بعضها. بصوا مش هنعمل اي حاجة، المكونات دي كلها هنخلطها كلها على بعضها، وبعد كده هننزل الدقيق. وهقولك بقى على كل الحاجات اللي تعمليها اللي تتفادي بيها ان البسكوت ينفش معاكي. في ناس بتعمل البسكوت بينفش. انا هنا الاول هخلط المكونات دي كلها مع بعض. انا حبيت اقولك ان انتي، يعني انا في الاول استخدمت المضرب اليدوي ده عشان اقولك ان انتي تقدري تعمليها بالمضرب اليدوي لو انتي ما عندكيش المضرب الكهرباء، عادي جدا. بس هو بياخد شويه مجهود منك وهياخد شويه وقت. بس بصي بكام ضربه كده بدأ الخليط يفتحي معايا والحاجات تتجانس كلها مع بعضها. انا عايزه الخليط ده يفتح ويبقى زي الكريمه كده، فلازم يتضرب حلو قوي. تقدري بقى تعمليه بالمضرب اليدوي ده، ربنا يديك الصحه بقى كده وتفضلي تقلبي فيه. انا عملت شويه كده بالمضرب اليدوي، وبعد كده هكمل بالمضرب الكهرباء عشان اقولك احنا ما فيش حاجه تقدر تقف قدامنا. معلش لو انت ما عندكيش المضرب الكهرباء هتتعبي شويه لحد ما تضربي. طيب عندك المضرب الكهرباء، شيلي بقى المضرب اليدوي ده وتعالي نكمل بالمضرب الكهرباء. بصي هيتضرب بكل سهوله، يعني في دقايق ايه، في ثواني هتلاقي الخليط ده نفش وبيض وبقى عبارة عن كريمة كده. هنضرب بقى بالمضرب الكهرباء. تعالي بقى اقولك واحنا بنضرب كده بالمضرب الكهرباء، اولا البيض لو كتر منك قوي، لو حطيتي كميه بيض كتيره قوي في العجين فالبسكوت هينفش منك، وكمان شكله هيتغير، الرسمه بتاعته هتروح وشكله هيتغير تماما، هيقلب البسكوت منفوخ. في نفس الوقت البسكوت برضو اللي بيتحط فيه نشادر لازم تخلي بالك من النشادر، عشان برضو النشادر لو كترت منك برضو البسكوت هينفش ويتغير. فخلي بالك من الحاجتين دول، البيض والنشادر، الحاجتين دول لو زاد الكمية بتاعتهم زادوا فالبسكوت هيتغير وهينفش وهيفرش وهيبصي ملامحه كلها هتتغير. فانا هنا على كوبايتين الدقيق انا استخدمت بيضة واحدة بس. طب لو هتستخدمي كيلو، يعني الكيلو يعني مثلا هنقول الكيلو كام كوباية. من الكوبايتين هنحطي مثلا 6 كوبايات، اه 6. الستة هتحطي عليهم، مش هتحطي بقى 4 بيضات، لا حطي 3 بيضات بس. خلي بالك يعني هتضعفي، يعني انت لما هتيجي تزودي هتضعفي الكميه، بس على كيلو دي ما تحطيش بقى 4 بيضات، حطي 3 بيضات على كيلو دي. هنا بقى ضربنا الخليط اللي معانا. تعالي بقى ايه ننخل الدقيق. انا هستخدم بس كوبايتين، يبقى على البيضه انا استخدمت كوبايتين دقيق. وزي ما قلت لك الكيلو هياخد منك 3 بيضات، ما تحطيش 4 بيضات، ضعفي بقى زي ما انت عايزه. كيلو 3 بيضات، 2 كيلو 6 بيضات، حطي بقى واعملي. بس في الاول جربي كده في كمية صغيرة، وان شاء الله هينجح معاكي وهيظبط معاكي. وبصي يعني جمدي قلبك وخشي المطبخ وجربي، وان شاء الله الوصفة هتنجح وهتبقى معاكي زي الفل. دي الكوبايه التانية من دي انا نخلتهم الاول في طبق بره. بصي بقى الخطوه دي كمان، انا نخلتهم الاول في طبق بره عشان انا عارفه ان المعيار ده هياخد مني كوبايتين. بس ممكن حجم البيضه بيختلف مني لعن، يعني حجم البيضه انا حطاها اكبر شويه، انت حجم البيضه اللي انت حطاها اصغر او اكبر مني شويه.
فهنخلط ننخل الدقيق بره وهنضيفه بقى بالخليط ده بالتدريج. وهنزل بمعلقه صغيره ممسوحه من البيكنج باودر، اوعي تكتري عن كده، البيكنج باودر برضو لو زاد ممكن شكل البسكوت يتغير. معلقه صغيره ممسوحه، وحطينا على يعني المعلقه الصغيره دي على طرفها كده ملح. وهنخلط بقى، نقلب البيكنج باودر مع الملح مع الدقيق كده. وبعدين هجيب الطبق اللي انا عامله فيه، اللي انا اشتغلت فيه، هجيبه بقى ايه وننزل الدقيق ده حبه حبه كده بالتدريج. بصي الخليط هنا قوامه عامل ازاي، فتح وبقى قوامه كريمي خالص. مش هنحط اي سوائل، احنا في الوصفه بتاعت النهارده في وصفه البسكوت مش هنحط اي سوائل خالص. يلا قلبي بقى كده. بصي مش هنعجن، احنا يا دوبك بطراطيف صوابعك كده بتفضلي تخلطي الحاجه مع بعض بطراطيف صوابعك. بصي انا شغاله بايه، بصوابعي، مجرد ان انا بقلب الدقيق مع المكونات السايله دي اهو. انا نزلت الاول كوبايه، وبعدين نزلت الكوبايه التانية، وسبت حوالي معلقه كبيره كده على جنب في الطبق. بصي بقلب كده، انا عايزه الخليط يلم معايا، خليط البسكوت لازم يلم معايا وفي نفس الوقت يبقى طري، ما يبقاش ناشف، العجينه تبقى طريه وناعمه وما بتشققش وماسكه نفسها. بس كده هننزل بقى. بصي خلاص هي ما فيش الا المعلقه دي فنزلت بيها. وبرده ايه، بصي بالطراطيف صوابعي كده بدخل الدقيق في العجينه. وما تنسيش تحطي اللايك، انت لسه ما اشتركتيش معايا، يلا يلا هستنى الاشتراك بتاعك، ها هتنوريني في القناه. دوسي بقى على السبسكرايب او الاشتراك وفعلي زر الجرس عشان كل ما انزل وصفه جديده توصلك. وما تنسيش بقى الكومنت واللايك والشير. بصوا بقى العجينه طريه ناعمه ازاي، بتك عليها ما بتشققش، وفي نفس الوقت مش بتلزق في ايدي، يعني الايد اللي انا مش شغاله بيها الايد التانية النظيفه بصي ما بتلزقش في ايدي. بصوا العجينه عامله ازاي، طريه وناعمه وفي نفس الوقت مش بتلزق، هو ده القوام اللي انا عايزاه. يلا بقى نروح نجيب الصينيه اللي احنا هنشتغل فيها. بصي البسكوت ده مش هياخد منك 5 دقايق، 5 دقايق هتكوني مخلصاه. ده القمع اللي انا بشتغل فيه بيه بتاع البسكوت، ده حجمه كده يعني، ده الشكل بتاعه. بصوا بقى الصينيه دي مش مدهونه اي حاجه، البسكوت في الماده الدهنيه الكافيه، فمش هدهن الصينيه باي حاجه. ومن غير كيس حلواني ومن غير اي حاجه، هاتي القمع ويلا اشتغلي. بصي بقى العجينه بتنزل بكل سهوله، العجينه طريه جدا وفي نفس الوقت مش بتلزق، فاللي هو سهل تشكيلها ان انت تشكليها كده بسهوله. طب ايه ده انت بتعملي انا وقفتي معلش يا جماعه ما كانتش معدوله على الصينيه، فالبسكوت نزل بالمعوج. بس استنوا هقولك دلوقتي ازاي تظبطي البسكوت كله مع بعض بنفس السوا ويطلعوا كلهم نفس المقاس. انا هنا حبيت اعمل معاكم بصوا كام واحده كده عشان يعني احسبي كده ما خدتش ثواني، بجد مش هتاخد منك ثواني، وطريقته كلها هتحطي كله على بعض، يعني هتخشي المطبخ في 10 دقايق 5 دقايق خلاص البسكوت خلص وهتطلعي لهم بيه. هعمل بقى الكميه كلها كده، بس انا بقى يعني هعمل معاكم الاول كام واحده وبعدين هوريكي بقى ازاي تظبطي البسكوت ده كده جنب بعض. بصوا بقى هو البسكوت عامل ازاي معوج ازاي يعني مش مظبوط اهو. هتجيبي بقى سكينه وتقعدي بقى بصي من الحروف كده تحطيهم جنب بعض وتظبطي بالسكينه زي ما انت شايفه كده من فوق ومن تحت، تحاولي ان انت تخليهم كلهم طول واحد. يعني بصي دي طويله شويه، بصي لما هاجي احطها اهو شلت منها الحته الزياده وظبطتها، هيطلعوا كلهم مسطره. يعني بصي كأن شغل ايه، كأنك ماسكه مسطره وبتقيسي بيها البسكوت، هيطلعوا كلهم نفس السوا ونفس الطول. هتظبطي بقى كده بالسكينه زي ما انت شايفه كده. ويعني سيبي في حته صغيره، هو مش هينفش ومش هيحصل له اي حاجه، بس حاولي ان انت تسيبي ما بين البسكوته والمسكوته حته صغيره كده. بصوا بقى في ثواني طفينا الكاميرا فتحناها، بصي عملنا كميه حلوه ازاي من كوبايتين دقيق ونص كوبايه ماده دهنيه اللي هي زبده على زيت بقى او سمنه على زيت او سمنه بس براحتك. بصوا عملت لي بقى كميه حلوه ازاي. هندخلها بقى الفرن، لازم الفرن يبقى سخن جدا، البسكوت لازم نعمل له صدمه، فوانتي بتشكلي البسكوت لازم يبقى الفرن مولعه الفرن على درجه حراره 160، يبقى سخن جدا، يتعمل له صدمه لا هينفش ولا هيغير زي ما انت شايفه كده. بصي زي ما دخلناه زي ما طلعناه، بنفس الرسمه بنفس الرصه، لا
نفش ولا فرش ولا حصل له اي حاجه. تعالوا نكسر كده. يبقى وانتي بتشكلي البسكوت هتقعدي تشكليه 10 دقايق مثلا 5 دقايق، الفرن شغال على اعلى درجه حراره، بس لما نيجي ندخله هنسويه على درجه حراره 160 على الشبكه من فوق، ما تحطوش على الصاجه، على الشبكه. وتسيبيه بقى ياخد ايه وقته كده عشان يطلع مقرمش. وطالما عملنا بسكوت يبقى لازم نعمل شاي. البسكوت يعني شاي، يعني سقسقه بقى وذوبان وايه. تعالي بقى هوريكي البسكوت ده لما بتتحط في الشاي بيبقى دايب ازاي. ما حطيناهوش سوايل، عارفه والله من بره مقرمش ومن جوه عامل زي البيتي فور كده. متخيله؟ بيدوب حاجه كده بتدوب في بقك. تعالوا بقى نحطه كده في الشاي ونشوف قوام البسكوت بتاعنا ده عامل ازاي. بس انا الاول لازم ادوق قبل ما اوريكي الاول هو بيعمل ازاي لازم ادوق. تعالي بقى كده هنحطه في الشاي ونتك عليه وتشوفيه من جوه بجد دايب دوب. بصي بقى، بصي المنظر، مش مستحمل حاجه كده بتدوب في بقك. يلا جربي الوصفه وهستنى رايك فيها، وما تنسينيش باللايك والشير، وما تنسيش السبسكرايب والاشتراك في القناه. لايك على قد ما يعني بصي ما اوعي تنسي تحطي اللايك، بتتفرجي وما بتحطيش اللايك، ما تنسيش اللايك والاشتراك.